سنة 54 وبالتحديد يوم 30 أكتوبر وفي قرية صغيرة في محافظة الدقهلية اتولدت أسطورة الكرة المصرية. وعشان نشوف مستقبلنا لازم نعرف تاريخنا. النهاردة أولى حلقات تاريخ الكرة مع أسطورتنا محمود الخطيب. تحكم غريب الخطيب، فعلا تحكمه في الكرة غريب جدا. منتهى الثقة، الجول اللي حطه. كابتن محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية، بدأ مسيرته في نادي النصر في مصر الجديدة، ولما تم 19 سنة الأهلي خطفه على طول. سنة 73 انضم للنادي الأهلي واعتزل سنة 88، وكانت مسيرته حافلة ببطولات مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، وهو أول لاعب مصري يحصل على أفضل لاعب في أفريقيا. كابتن الخطيب لعب مع الأهلي من سنة 73 لحد سنة 88، 15 سنة كاملة. لعب 320 مباراة رسمية مع النادي الأهلي، أحرز حوالي 109 هدف في الدوري المصري، وده رقم قياسي وقتها. حقق مع النادي الأهلي بطولات كتير جدا، منهم 10 دوري العام و2 دوري أبطال أفريقيا و5 كأس مصر و3 بطولات كأس الكؤوس الأفريقية. كابتن محمود الخطيب مش بس أسطورة كروية جوه المستطيل الأخضر بس، لا ده كمان هو أسطورة بالروح الرياضية والأدب، ومعروف عنه دايما هدوءه واحترامه ما بين كل لاعيبة الكورة، لأنه لاعب ما حصلش على ولا كارت أحمر واحد طول مسيرته الاحترافية. وبعد اعتزال كابتن محمود الخطيب مش بس حقق الألقاب وهو لاعب كورة، لا احنا النهاردة بنشوف الأهلي في مكانة تانية خالص من بعد ما تولى كابتن محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي من سنة 2017 لحد النهاردة. كابتن محمود الخطيب وهو رئيس للنادي الأهلي، ومع مسيرته الكبيرة جدا واللي احنا شفناه معاه خلال السنين اللي فاتت، وانه يعيد الأهلي في مكانته الطبيعية داخل القارة الإفريقية، ده خلانا كلنا نبقى دايما ممتنين ليه، وان شخصية زي شخصية محمود الخطيب لابد أن تدرس والناس والأجيال تتعلم منها، سواء كانت في أدبه وأخلاقه، في إدارته للنادي الأهلي، أو هو كمان كلاعب كرة قدم. حالة استثنائية جدا. وفي النهاية نقدر نقول للكابتن محمود الخطيب كل سنة وانت طيب، ودي حاجة بسيطة جدا عن أسطورة الكرة المصرية الكابتن بيبو. سلام.